يا شيخ محمد، احنا درسنا سيرة مع حضرتك وسمعناها من مشايخ تانيين، ودايما في سؤال بيرد على أذهاننا مش لاقيين له إجابة. هو الصحابة كانوا كده ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم أبطال خارقين؟ احنا طبعا مصدقين، بس عاوزين نعرف ازاي. يا ريت حضرتك تقول لنا إجابة تكون شافية وكافية. السؤال ده سهل جدا والجواب عليه كمان سهل جدا، ولكن تنفيذ الجواب هو اللي مش سهل، ولكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. طبعا في عوامل كتيرة جدا خلت الصحابة يبقوا بالشكل ده. أولا اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليهم، تربيتهم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والأحداث اللي كانت موجودة. ولكن في حاجة مهمة جدا كتير من الناس بيغفل عنها، هي إنهم كانوا فاهمين إن ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو رسول من عند ربنا. أنا بس بتكلم في شيء بديهي، بس عايزك تركز وعايزك تركزي. واخدين بالكم من ده؟ هم كانوا بيسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو رسول من ربنا، فربنا اللي هو خالق السماوات والأرض واللي هو خلقنا بعت لنا رسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا كلام. فالوضع مختلف تماما. الفكرة مش فكرة كلام كده سطحي أو نفسي أحس مثلا بالروحانيات الدين، لا خالص، الوضع مختلف. هم كانوا مقدرين الدين وفاهمين يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوش خارقين، بس كانوا صادقين، فاهمين يعني إيه دين، يعني إيه إله، يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، من أكتر الناس اللي يمكن شرحت معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشكل سلس وجميل يخليك تفهم يعني إيه محمد رسول الله، كان الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. كان بيقول كلمة جميلة جدا وسهلة قوي بس معانيها كتير قوي. كان بيقول: ومعنى أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها إيه دي بقى؟ 4 حاجات. رقم 1: طاعته فيما أمر. 2: تصديقه فيما أخبر. 3: اجتناب ما نهى عنه وزجر. 4: وألا يعبد الله إلا بما شرع. خلينا كده في الجواب بتاعنا نمسك جملة جملة وكأننا ماشيين طريق عمالين نبني نفسنا ونأهل نفسنا عشان نكون ماشيين على طريق الصحابة. احنا متفقين ان هم مش خارقين ولكن هم صادقين. طيب احنا عايزين نبقى كده ازاي؟ رقم 1: ان احنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في اي حاجة يؤمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف إن الأمر ممكن يكون على سبيل الاستحباب وممكن يكون على سبيل الوجوب، ولكن تخيل كده إن أنت قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، وأنت ماشي في الشارع لقيته قدامك فقال لك أمر معين، الأمر ده كان على سبيل الاستحباب. هل إمتى هتقوم قايل جواك والله أنا مش حابب إن أنا أعمل الموضوع ده، أو من جواك كده يعني الموضوع مش هيتعمل قوي او مش هيكون مهم قوي لان هو مستحب مش واجب؟ هل هتبقى انت عامل كده؟ بالمناسبة انا عارف ان المستحب انت ممكن ما تعملوش، ولكن الصحابة ما كانش عندهم الاصل ان المستحب ما بيتعملش. عشان بس ممكن حد يقول لك ايه، ايوه بس في صحابة كانوا بيعملوا مستحبات وفي صحابة ما كانوش بيعملوها. صحيح، بس كان في كده يعني نفسية جماعية إن أي حاجة يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة لها تعظيم. وكان في ناس ما بتعملش المستحب، ولكن دلوقتي الأزمة بقت العكس، إن الطبيعي إن المستحب ما بيتعملش. بالعكس، ده كمان في ناس بتقوم قايلة على الحاجات الواجبة مستحبة عشان ما تعملهاش، وده ما ينفعش. لازم تبقى فاهم إن اللي بيؤمر ده النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بيقول في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. انت فاهم الآية؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كنت انت مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنك مطيع ليا. دي كبيرة قوي، كبيرة جدا يا جماعة. أحد الصحابة راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يلخص لك هم ازاي كانوا بيتعاملوا مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله،
كثرت شعائر الإسلام علي، فدلني على أمر أتشبث به، دلني على شيء، دلني على طاعة معينة أتشبث بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولكن الفكرة بس في كيفية التعامل مع الأمر، إن هم كانوا عايزين يتشبثوا. أنت بتتخيل بس كلمة واحد بيقول أتشبث يعني إيه؟ يعني أمسك فيها بإيدي وأسناني، ما سيبهاش، خلاص الموضوع بالنسبة لي بقى يعني بقى لازق فيا، بقى شيء مني، مستحيل ان انا اتركه. هم كانوا بيعملوا كده مع كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لما يحصل اي مشاكل او اي اختلاف، الناس المؤمنين بجد الصادقين بجد يروحوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي مش موجود، ايه اللي هيحصل؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يحسش بضيق، ما يسمعش أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يحس إن تقيلة. لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص إطلاقا. الصحابة ما كانوش كده، واللي عايز يمشي على دربهم ما يبقاش كده. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص ينطلقوا في الطاعة، ينطلقوا في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأول خطوة تخليك بجد صادق وفاهم إزاي تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع رسول الله فيما أمر. تاني حاجة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وهنا في سؤال مهم جدا، بس بالله عليك خليك صادق وانت كده بتسمع السؤال وانت بتجاوب على السؤال. انت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجد انا عارف ان السؤال والله بديهي وصادم، بس بالراحة كده. هل انا هكلم انا نفسي وانت كلم نفسك، هل انا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصدقه يعني ده منظر واحد مصدق النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتي. يعني أنا مصدق الجنة بجد 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 بجد. إحنا مصدقين الجنة بجد بجد، ومصدقين إن في نار بجد، وإن المخطئ أو العاصي عقابه عند ربنا سبحانه وتعالى بجد، النار بجد. يعني إحنا مصدقين ده. إحنا مصدقين إن الله عز وجل مثلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل بجد كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بجد أنا مصدق. عارفين يا جماعة يعني مصدق؟ مصدق يعني خلاص المعلومة اللي عندك دي أنت حطيتها في قلبك وبنيت عليها أفعالك. خلاص أنت مصدق، أنت عارف إن هنا في كذا، أنت عارف إن النار دي بتحرق، أنت مصدق ده، وبناء عليه مش هينفع تحط ايدك في النار لان هي بتحرق وانت مصدق ان هي بتحرق. مين اللي يحط ايده؟ اللي ما يعرفش، او اللي شاكك او مستهتر. طيب انت ايه؟ لازم تبقى صادق مع نفسك، لازم تبقى فاهم ان انت لازم تصدق تصديق يقيني تبني عليه افعالك. هحكي لكم قصة جميلة جدا لأحد الصحابة اسمه عمير ابن الحمام. عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر كان مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحمسهم بقى على القتال ويحرضهم على القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا دلوقتي احنا هنقوم نقاتل، اللي هيموت شهيد هيدخل الجنة. فأحد الصحابة اللي هو عمير ابن الحمام سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم على طول. فقام قايل ايه؟ بخن بخن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: انت قلت كده ليه؟ قال له: رجاء ان اكون من اهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت من اهلها. فطبعا تخيلوا بقى واحد ماشي على الارض عارف ان هو من اهل الجنة، يعني خلاص بقى سلام نفسي وراحة وخلاص، أنا مش عايز حاجة طبعا من الدنيا، خلاص الموضوع انتهى، أنا من أهل الجنة. وكان معاه جراب كده فيه شوية تمر،
فطلع كام تمرة كده عشان خاطر ياكلها ويدخل بقى يقاتل في سبيل الله، وهو عارف ان هو خلاص دلوقتي هيقاتل ويقتل ويدخل الجنة دلوقتي، يعني دلوقتي، يعني انا داخل الجنة دلوقتي اهو على طول، فبس هتقوى بس عشان ايه تبقى اخر حاجة جميلة وجهاد في سبيل الله. فطلع كام تمرة ولسه هياكل، فبعد كده قال لك ايه، انا لو قعدت يعني لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة، ياه طويلة قوي، هو انا لسه هاكل التمرة دي والتمرة دي والتمرة دي وبعد كده ادخل اقاتل وبعد كده اموت وادخل؟ لا 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 لا. وقام رمى التمر ودخل قاتل حتى قتل وهو في الجنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده حد مصدق، وعشان هو مصدق بنى فعله على اللي هو صدقه. فعشان تعرف انت مصدق ولا في شك لازم تبقى شايف فعلك مبني على ايه. لو مبني على اللي انت بتقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يقينا يبقى انت مصدق بجد. طيب لو مبني على حاجة تانية يبقى لازم تراجع نفسك. فتاني خطوة عشان تكون صادق وزي الصحابة لازم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتبني أفعالك على هذه الأخبار. ثالث خطوة اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال على حاجة ممنوعة خلاص دي ممنوعة. عارف برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يمنع حاجة على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة، ولكن ان انت يكون عندك حس ان انا مبدئيا كده هتجنب اي شيء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بالمناسبة حتى لو مكروه دي حاجة كويسة، دي حاجة جميلة. يعني المكروهات بتحميك من ان انت تقع في المحرمات احيانا. فدايما يبقى عندك حس كده لا لا ما ينفعش اعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ايوه ممكن يكون في شيء مكروه الانسان يعمله لو خلاص هو احتاج لحاجة زي كده فالشرع فيه سعة، ولكن ما يبقاش ده الطبيعي. انا الطبيعي بتاعي ان اي شيء مكروه انا لا التفت الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده بالمناسبة بيضعف الالتفات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم. انا بس عايز اقول لكم موقف حصل برضو لاحد الصحابة. احد الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بين الصحابة وبيتكلم معاهم، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل في ايده خاتم من ذهب، وكان الذهب خلاص يعني حرم على الرجال، كان في الأول مش حرام على الرجال دلوقتي خلاص حرم. لعل هذا الرجل ما كانش يعرف، فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ده اتضايق النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ومسك الخاتم شده وطرحه على الأرض وهو متعصب صلى الله عليه وسلم. كان يغضب لو شاف حرمات الله عز وجل تنتهك، وقام قايل أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يديه؟ ازاي تعمل حاجة زي كده؟ ازاي تتجرأ على حاجة زي كده؟ ورمى الخاتم الذهب على الأرض وكمل شوية النبي صلى الله عليه وسلم وقام. طيب الراجل بقى ده الصحابي الجليل ده عمل ايه؟ قاعد سكون. ايه ده يعني ما اتضايقش وقام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا على فكرة لا المفترض ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ما قالش لا ما قالش. ليه؟ لأن هنا كان لازم يكون في شدة. بدليل ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم شدها. ما احنا ما بنيجي نقول يا هات لنا دليل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دليل، هو صلى الله عليه وسلم ده طريق ودي الحكمة في هذا الموقف، فشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأعجب بقى مش كده، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا الصحابي الجليل شوية فهيقوم ويسيب الخاتم مرمي على الأرض. فالصحابة قالوا له طيب خد الخاتم يعني بتاعك انتفع بيه، دي لزوجتك بيعه، اعمل اي حاجة بتمنه، خلاص خده ما تلبسوش بس، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الرد ذهبي. قال ما كنت رافعا امرا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ما ينفعش ارفعه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رماه. شوف الكلام، قاعدة إن هم بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه والموضوع بيكون منتهي. أنا أعتذر، ولكن كتير من الناس دلوقتي تيجي تقول له على فكرة دي حرام بدليل
قال الله عز وجل كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. بعد كده تلاقي اللي قدامك عمال يقاوح، وكأنه بيفاصل، وكأنه عايز يوصل لحل وسط، ولو معرفش يوصل معاك لحل وسط خلاص بقى أنا هعمل الغلط وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. مش بيقولها كده يعني، بس في الآخر ده بيكون حاله. فلو عايز تعرف الفرق بيننا وبينهم إيه، أهو ده الفرق. إنهم لما كانوا يسمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، الأمر بيكون منتهي. رابع حاجة والأخيرة، أن تعبد الله عز وجل بما شرع. إن أنت تمشي في الطريق إلى الله عز وجل، ولكن عينيك على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، بتحط رجليك في الموضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط رجله فيه. بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن بالطريقة النبوية، مش بتخترع، مش بتجيب حاجة جديدة. يا جماعة أصلا إن أنت تعرف ترضي ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة عمرك ما هتوصل لها إلا لو الله جل في علاه قال لك في القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم عملها فهتوصل لك في السنة. بس مفيش أي طريقة تانية ممكن توصل بيها لرضا ربنا سبحانه وتعالى إلا بالكتاب والسنة. فأنت وانت ماشي في الطريق عينيك على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده النموذج البشري اللي الله جل في علاه نزله عشان خاطر نمشي وراه. واتبعوه لعلكم تهتدون. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش عينيك على أي حد تاني. هو حتى كلامه مش زي كلام الناس التانيين، لا، الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الطريق هنا ولا الطريق هنا، تمشي زي ما هو صلى الله عليه وسلم قال وزي ما هو مشى. ولو فضلت ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هتوصل وراه الجنة، لأنك يقينا عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وانت ماشي على خطاه. وأخيرا لازم تبقى فاهم إن مجتمع الصحابة كان مجتمع فعلا متميز جدا، ولكن كان مجتمع إنساني بشري. كان عندهم الخير وكان عندهم الشر، كان عندهم الكسل والنشاط، كان عندهم كبائر وصغائر، وكان عندهم الطاعات، كان عندهم الحزن وكان عندهم الفرح، كان عندهم كل حاجة. ما كانش فيه التصور اللي ناس كتير ممكن تكون متخيلة ان هم بيصحوا الصبح يصلوا الفجر يدعوا ويذكروا ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده يروحوا يجاهدوا في سبيل الله، وطبعا بيكونوا صايمين، بعد كده يرجعوا يصلوا الأرحام ويعملوا أعمال خيرية كتير ويدعوا إلى الله عز وجل لغاية المغرب، بعد كده يفطروا عشان خاطر هم صايمين، وبعد كده يروحوا بقى يذكروا ربنا سبحانه وتعالى لغاية صلاة العشاء ويقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا، وبعد كده يروحوا يقوموا الليل لغاية ما الفجر يأذن، وبعد كده يتكرر بقى اليوم. ما كانش ده موجود، ومش هي دي الواقعية، لا، كانوا بيناموا وكانوا بيشتغلوا وكانوا حياتهم فيها المباح، حياتهم كانت طبيعية إنسانية، ولكن كان عندهم حاجة مهمة جدا، كانوا بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وكانوا فاهمين الدين، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم ميزة كبيرة قوي يا جماعة، كان عندهم الاستعداد بالتضحية بأي شيء لنصر الدين الله عز وجل ولحماية النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا صادقين جدا في هذا الأمر، عشان خاطر كده الجيل ده بجد كان جيل فريد. فلو انت عايز تمشي في نفس الطريق، والله مش مطلوب منك ان انت تكون انسان خارق، لان هم كمان ما كانوش خارقين. مطلوب منك بس ان انت تكون انسان صادق وفاهم وعارف الطريق ازاي وتمشي فيه وتدفع الكلفة بتاعت الطريق ده. ولو دفعت الكلفة صدقني ممكن تتعب شوية، يا سيدي قول شويتين 3 كمان، بس في الآخر الجزاء كبير قوي قوي جدا بشكل لا تتخيله. جنة عرضها السماوات والأرض. فلو عايز توصل لده، عايز توصل للمنزلة دي، اشتغل واتعب وخليك صادق، والجنة مستنياك. ربنا يا رب يهدينا ويهديكوا ويتوب علينا وعليكم، ويا رب يرزقنا الثبات على الصراط المستقيم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.